الإسلام. بعد أن باتت أنقرة أرض البزنس قائد جيش الإسلام. بعد أن باتت أنقرة أرض البزنس المشبوه لقيادات المعارضة المسلحة، ظهر البويضاني بداية في فيديو خلال رحلة ترفيه بتركيا، ما أغضب السوريين. ثم ما لبثت أن ظهرت استثمارات للبويضاني في تركيا بملايين الدولارات. تقدم البويضاني لمجلس ولاية أنطاليا لاستثمار أرض بقيمة 30 مليون دولار. المشروع الأكبر لقائد جيش الإسلام إقامة مول تجاري ضخم تناهز تكلفته 70 مليون دولار. مصادر ثروة البويضاني. التمويل الذي كان يأتي لجيش الإسلام من رعاتها الإقليميين، الجباية التي فرضها جيش الإسلام على الفصائل والمدنيين بالغوطة، إبرام صفقات مع أطراف دولية متصارعة في سوريا مقابل امتيازات مالية، وصفقات تجارية مع ميليشيات النظام لإدخال مواد غذائية وسلع خلال حصار الغوطة. محمد علوش هو كبير وفد المفاوضين في أستانا وقائد عسكري أسهم بتأسيس جيش الإسلام. توجه إلى تركيا بعد أن أشرف على صفقات التهجير مع روسيا بالغوطة. ظهرت استثمارات علوش على شكل عقارات في حي آغا أوغلو، ومحلات صرافة في الريحانية، وفيلا فاخرة في اسطنبول، ومطعم الإيوان بمنطقة يوسف باشا في اسطنبول بالشراكة مع أكرم البويضاني قريب عصام. تسريب صوتي له كشف الكثير من المستور عن مصدر ثروته. أخي نحن بدنا حصتنا، تعطونا مليون دولار كل شهر من هدول المصاري نجيبكم، نحن جاهزين. ما بتعطونا لك أخي صعبة. فشوفوا تحسوسوا، شوف لي جماعة. ياسر دلوان شغل منصب رئيس المكتب السياسي لجيش الإسلام في الغوطة الشرقية سابقا، توجه إلى تركيا بعد الصفقة بين روسيا وجيش الإسلام. بات دلوان حاليا عضوا في لجنة المفاوضات بالائتلاف المعارض. يمتلك دلوان مشاريع تجارية في عفرين واسطنبول بملايين الدولارات. عمر عبد العزيز عمل قاضيا شرعيا لدى جيش الإسلام ومسؤولا بسجن التوبة. خرج من الغوطة مباشرة إلى السودان في بداية 2018. رغم حصار الغوطة حينها تمكن من السفر عبر مطار دمشق. يمتلك عبد العزيز حاليا أراضٍ زراعية بالسودان بالتشارك مع مسؤولين هناك. تقدر قيمة الأراضي بأكثر من 10 مليون دولار، ويتذرع أن عوائدها لعناصر جيش الإسلام. أبو حسن هارون عمل قائدا لشرطة جيش الإسلام في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.